أفكار، فيه مشاريع، فيه واحد العدد نتاع الحويجات تولدت عندي في راسي وأنا كنستمتع بالمداخلة نتاع الأخت نرجس، ومن بعد بالرأي المغربي، ودابا خير رجل وكفى. يعني والله العظيم أسيدو دي زيد خليك معايا سيدو دي زيد، قلتي بأن كاينة واحد الورشة ديال الزليج في الجزائر. خليك أسيدو خليك، سميتها ورشة محمد بومهدي. سمعتها عندك في التعليقات ومشيت كتبت أنا ورشة محمد بومهدي في جوجل. الاخوان اللي بغى يدخل باش يعرف كيفاش هما كيعرفوا الزليج، هاد الناس هادو اللي منهم هاد السيد هذا قال لك اسيدي الزليج جزائري. فملي دخلت عند هاد السيد هذا سميتها ورشة. السلام عليكم عائلة قناة عجين، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم خاص باللايف ديال سعيد ابرنوس والرأي المغربي. اللايف كله تميز على نظام الكبرانات، هو بصبع زرق شاخضة نفيض الباش. اللايف كيتحدث على بزاف ديال المواضيع الزاوية. ندوزو نتفرجوا في اللايف ونعاودو نرجعوه في اخر الفيديو. الرأي المغربي مرحبا الحبيب مرحبا. وفي هذه الأثناء تمر طائرات الكيان الإسرائيلي عبر منصة أبرنوس فوق حساب الرأي المغربي، مما يؤكد ما قالته الأخبار المتداولة من بونيف وأبو نعجة وأبو كذا على أن هذه الأخبار فعلا هي مدعومة تيرانيا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وخير كبير. السي أبرنوس، الأخت نرجس كريغلاتي والإخوان اللي كيتابعوا اللايف، تحياتي لكم كاملين. ديديكاس كبيره الاخوان كاملين، شكرا بزاف. دي كوين مروكو الاخوان كاملين، ربي يحفظكم. شكرا. الرأي المغربي، الرأي المغربي ما عرفتش واش تبعتي شي جزء معين من هذا اللايف. الكلمه لكم السي الرأي المغربي. لا حقيقة لم أتابع الشيء الكبير، ولكن سمعت غير الأخت نرجس كتحدث فعلا على ما يسمى بالتراث. حتى نكون شويه جديين الاخوه الكرام، اعتقد انه بزاف الناس ربما لا يعيرون اهتماما لهذا الصراع او هذه الحرب اللي كاينه في التوثيق او في يعني محاوله النظام الجزائري صناعه هويه ثقافيه مأخوذة من التراث والثقافة المغربية، سواء تعلق الأمر بما هو مادي أو غير مادي، في الموسيقى، في اللبس، في الأكل وفي غيره. بزاف الناس ما عاطينش أهمية أو يستهينون بها وكأنه شيء عادي. الخلاصة تقول الإخوة الكرام أنه حتى المؤرخين الجزائريين يتحدثون على أن الجزائر ما عندهاش هوية، وهذا الشيء قالوه الجزائريين في بلاطوهات جزائرية في قنوات جزائرية، أن الجزائر لا تملك هوية ثقافية خاصة بها، وهذه الهوية عندها يعني أو تعتبر من العوامل الأساسية فيما يسمى بالقوة الناعمة للبلدان. القوة الناعمة للبلدان ألا وهي التأثير ديال البلدان في الدول الأخرى. مثلا ملي كيجي شي واحد للمغرب كيجي كيلقى واحد اللمسة مغربية خاصة فيما يتعلق بالأكل، باللباس، بالطرب الثقافي أو الغنائي، ما عرفتش كيفاش نسميه بالضبط. فبحكم أنهم ما عندهمش هذه الهوية هذه اللي كتسمى هوية بصرية ثقافية، اي واحد مثلا في العالم كيشوف الزليج او كيشوف طريقه ديال البناء ديال المساجد المغربيه ديك الزخرفه تعرف انه المغرب، فكتسمى هويه بصريه ثقافيه كتشتغل في اطار ما يسمى بالترويج للقوه الناعمه للبلدان. هو ما عندهمش هذا الشيء هذا، فبدل ما يحاولوا يبحثوا في التاريخ ديالهم ويحاولوا فعلا يلقاوها، قالوا اسهل طريقه الا وهي كوبي كولي من عند المغرب. ولكن الاشكال اللي طاحوا فيه هو انهم خدامين بسياسه الشينوا. ملي كنقولوا السياسات الشينوا هي انه الزليج مثلا كمثال بسيط واللي دارت فيه بزاف ديال الهضره وتفتحوا عليه لايفات وتفتحوا عليه استوديوهات وداروا عليه يعني مقالات كبيره. هما بدل ما يتعلموا الحرفه ويعلموها انه الحرفه كيفاش كدار، هما جاوا بسياسه هي كوبي كولي، يعني هز الجليج طبعوه في واحد التوني ولا طبعوه في كاسكيطه ولا طبعوه في واحد ليزار ولا طبعوه في مخده، اذا راه عندي الزليج. مع العلم انه التحدي اللي رفعوه المغاربه هو يعطونا ورشه واحده لصناعه هذا الزليج وما كايناش. فاعتقد انه الناس اللي مهتمين بهذا الامر هذا واللي عندهم درايه معرفيه سواء تاريخيه بهذا الموروث الثقافي ديالنا في كل مجالاته، لابد اننا ندفعوا بهم شويه باش انه فعلا هذا الشيء خصو تعطى واحد الاهتمام سواء في الاعلام المغربي او حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف به، وانه يبان التدليس اللي كيديروه هاد الناس هادو باش انهم يديروا هاد الهويه البصريه اللي كيفتقدوها.
شكرا الرأي المغربي. نرجس تفضلي اختي كملي، انا عندي واحد البحث صغير هنايا. هذا ما نكون في الاستماع احسن من ما نتكلم انا قدامه. تبارك الله راجل بما تحمل الكلمه من معنى. انا عندي غير مداخله بسيطه، ولكن خليه هو، اعطيه الوقت الواسع هو. واخ مرحبا. الرأي المغربي، خليك معي اخي الرأي المغربي. سي رجل وكفى. مرحبا سيدي الكريم. مرحبا أخي العزيز. والله ما أدري، كرم استقبالك يكاد يخجلني. أنا ما بغيتش نطول. الأرواح الراقية تحيي بعضها من بعيد، فأنا أحييك وإن من بعيد. أحيي كذلك ولد مدينتي أخي الرأي المغربي، راني محييه سلام كبير مولي، وخير كبير ونهارك. وراني ولد الفطيحات ورابي في الفطيحات يا الرأي. وهذا كلام إن شاء الله رانا نقضوه مرة ثانية. سابق تجربنا عند تمنى وخير كبيرة. الله مرحبتي خويا. أنا بغيت نتكلم بجوج نقاط محددة أخي أبرنوس، مهمة غاية في الأهمية. وحدة كتعلق بالملحون وحدة كتعلق بن غبريط. بن غبريط لن أطيل. صدر كتاب مهم جدا عن دار مرسم في المغرب، الذي يأخذ دار مرسم هو أخ ديال فقيد الموسيقى المغربية سعيد الشريبي، اسمه بن غبريط سيرة ممكنة. وأنا ممكن نتكلموا في هذا الشيء، ولكن اللي فيه مثير هو الرسائل اللي كانت يبعث بها بن غبريط إلى المولى يوسف حينما كان يغضب عليه. عنده واحد الرسالة لو أقرأها لك لعله يجي فرصة يوما ما. الرجل يقول له: هذا عبدك الحقير وخادمك الأجير، بعد سقط نعلك يطلب عفوك ورحمتك. لأن المولى يوسف كان قد غضب عليه، فهو كان مجرد موظف لأنه يتقن اللغتين في بلاط المولى يوسف لا غير. وربما نفصلوا في هذا الشيء من بعد. بالنسبة للملحون مسألة أخطر. لماذا؟ لأن الملحون ديوان المغاربة. كتعرفوا بأن سلاطين المغرب كانوا كيديروا الملحون. داير واحد من كبار رجالات الأدب في المغرب اللي هو عباس الجراري، رسالته في الدكتوراه في مصر كانت حول قصيدة الملحون. والملحون هذا شيء خطير، راه 140 بحر يا أخي، ماشي 14 بحر اللي في الشعر العربي، 140 بحر. وفيه جوج الأصناف، فيه شيوخ القريحة وشيوخ الكلام. وشيوخ القريحة بحر وشيوخ الكلام بحر. يعني يكفي أن أقول لك مثلا أن التلالي بجلالة قدره كان غير واحد النوع من شيوخ القريحة، يعني لأنه من القريحة كيأديو، ما كانش شاعر. أما الشعراء شيء آخر. الجزائريين خطفوا لينا شوية من هذا الشيء، باش كان عندهم واحد المغنيين بحال العنقا، بحال عمر الزاهي، بحال غيره، كانوا كيسموه المغربي. الشيء في الجزائر الملحون كيتسمى المغربي. ولكن مني اداو بحال القصيده ديال سلطاني غنام وولد السلطان وبنت السلطان اللي قرصاني غنم عفوا وبنت السلطان والشمعه وكذا، ولاو تيعتبروها ديالهم. وهذا سطو ما بعده سطو وسرقه في واضحه النهار. الشهر انا كنعرف شويه الموضوع لانني موسيقي كذلك. الشهر مغني عندهم سميتو ناصر حاليا الشهر واحد كيتعاطى الملحون سميتو ناصر مرزوق. ناصر مرزوق هو تلميذ، وما بغيتش نكثر في المعلومات ولكن غير باش نوضح، تلميذ لعبد الملك يوبي اللي الله توفى هذه واحد 10 سنوات، اللي هو شاعر فاس في الملحون. عرفتي بات منا سيدي سعيد. كتعرف داك اللي كان تيجينا في كورونا باش كيعطي يوميا الاحصائيات، اللي توفى الطبيب الايوبي. لا الطبيب الايوبي اللي ولا وزير من بعد. لا هذا إخوة. راه الحسن الثاني الله يرحمه كانوا تيقولوا الناس اللي كيعرفوه، كان عنده واحد الشيخ ديال الملحون سميتو التهامي الهروشي، كان لا ينام إن لم يسمع من نظمه، لا ينام. وحنا الشمعة مثلا ولا ناكر الحسان هذه جزء من وجداننا، ما يمكنش تسرق منا، جزء من لحمنا الروحي. بالتالي لا حظ للجزائريين في هذا الأمر. الملحون ديوان المغاربة لنا، من أراد أن يأخذ منه يأخذ، الله يجعلنا غابة والناس حطابة، ولكن لا يدعو أن الأصل منه فيه. هذا الشيء اللي بغيت نقول. وهذه معركة بغيت كاع الخوت ياخذوها.
يعني فعلا في القفطان، في رصيدنا في الطعامة، في رصيدنا في اللباس، ولكن الملحون هذا اسمه الرسمي ديوان المغاربة، لا يمكن أن يسرق عنهم. شكرا أخي العزيز. رجل وكفاء، إلا سمحتي نسولك، الأصل ديالو تفيلات؟ لا؟ نعم؟ ديالو تفيلات، وكبار الشعراء الاولين كانوا من تفيلات بحال السي البوعمري، ومن بعد انتقل الى فاس ومكناس، ومن بعد في القرن 17 برع فيه اهل سلا وازمور، وانتشر الى مراكش فاش غيجي جلال الدين اللي هو بن زيدون الملحون. والملحون والله كل بيت فيه، للاسف حنا فقدنا هذه الدارجه لانها كتنتمي ما بين القرن 13 الى حلول القرن 19، لكن كل بيت فيه يكاد لو شرح يكون معجزه. هذا تراث مغربي مقصره وزاره الثقافه في توضيحه للمغاربه، لان الدارجه اللغات هي كائنات حيه، تحيا وتموت، كتبدل. وإلا بغاو المغاربه يعرفوا قيمهم ويعرفوا شنو كانوا، كيف كانوا كياكلوا، كيف كانوا كيحبوا، كيف كانوا كيموتوا، كيفاش كيواسيو في الاحزان، شنو كانوا كيلبسوا، عليهم بالملحون، لان الملحون ديوان المغاربه. الا لا يسرقن علينا احد ديواننا، فملوكنا بعض ملوكنا كانوا من شعراء الملحون، ولا نصيب للجزائريين في هذا مهما حاولوا. شكرا لك اخي. شكرا لكم سيدي الكريم. أنا أشكر بعد سيدو دي زيد اللي لولا داك الطلعة اللي دار ما كنت لأنغمس في واحد الأتموسفير فيه معلومات، فيه أفكار، فيه مشاريع، فيه واحد العدد نتاع الحويجات تولدت عندي في راسي، وأنا كنستمتع بالمداخلة نتاع الأخت نرجس، ومن بعد بالرأي المغربي، ودابا خير رجل وكفى. يعني والله العظيم سيدو دي زيد، خليك معايا سيدو دي زيد. قلتي بأن كاينة واحد الورشة ديال الزليج في الجزائر، خليك اسيدو خليك، سميتها ورشة محمد بومهدي. سمعتها عندك في التعليقات، ومشيت كتبت انا ورشة محمد بومهدي في جوجل. الاخوان اللي بغى يدخل باش يعرف كيفاش هما كيعرفوا الزليج، هاد الناس هادو اللي منهم هاد السيدو هذا قال لك اسيدي الزليج جزائري. فملي دخلت عند هاد السيد هذا سميتها ورشة محمد بومهدي للسيراميك، 43 شارع بوعلام بوشافة القبة في الجزائر. لقيتو كيدير كيرسم بالصباغه، سميتو داك كيرسم الزمر. سي برنوس، انا شفت هذا الفيديو، هما كيجيبوا السيراميك ومن بعد كيحطوه في واحد القالب اللي كيعطيهم ديك الزخرفه، ومن بعد كيلونوا هذوك الزوايا وديك الزخرفه اللي كاينه فوق ديك السيراميك، ويعتقدون ان هذا هو الزليج. يعني بواحد البلادة تثير ضحك المعلمية في المغرب، بل تثير ضحك المغاربة اللي ما عنده اللي يعني يعرفون الزليج انه قطعة يركب ويوضع على الارض، ومن بعد يتم الصاقه في الحائط بواحد الشكل معين، وكيكون عنده بزاف يعني فيه حتى الرياضيات. المعلمية ديال الزليج في المغرب تيكونوا خبراء في الرياضيات وفي الزوايا وفي الزاوية قائمة والزاوية مستديرة وما الى ذلك. فهما قال لك سيدي جيب السيراميك وزوقوا بالريشه، ونخدم مع واحد 3 ديال الدراري في هذيك الورشه، عاطيهم ديك الريشه، وما كاين غير صبغ هنا بالاحمر، صبغ هنا بالاصفر، صبغ هنا بالخضر، حتى كتطلع لي ديك الزخرف تيقول لك شوف الزليج الجزائري الله يبارك خاوتي، حنا هذا نصدروه لامريك، ما نصدروش غير في الجزائر برك، هذا خنشله كاع طليناها به، بقى لنا غير بحال هذاك اللي كاين في قصر المشوار في تلمسان ما عرفناش نصاوبوه. خاصنا نجيبوا المغاربه المراركه هادو الله يبارك كما قال بوتفليقه عندهم في يدهم ناضين، هما يجيو يصاوبوا لنا. اما حنا داك السيراميك ديالنا اللي مصبوغ ومطبوع ما يصدقش في هذاك القصر المشوار، لانه اصلا اللي بناوه المغاربه. اولا قبل ما ندوزو لنشرة التنزوية على ما اعتقد السي برنوس، بغيت نحيي رجل وكفاء، نقول له خيرت كبيره بيك، ورانا متشرفين بك بعد انت. وانا كنت سابق تجابرت معاك في لايف تمنى، وما كنت عارف على انك ولد الداخله، وهذا شرف كبير لي انا، ونتمنى الاخوان يشتركوا معاه. الله لا مرحبا، الله لا مرحبا، خيرت كبيره، ولد خيمه كبيره ما شاء الله. نتمنى الاخوان تشاركوا مع الاخ، معلومات غزيره، وتبارك الله انسان يعني مفوه متحدث. قبل ما ندوزو للنشرة التنزوية سأتوقف عند نفس الاقتراح الذي اقترحته على الأخت نرجس. أقترح عليكم أستاذي الكريم أنه تكون ضيف تاعي في شي لايف إن شاء الله يا ربي،
تختار الموضوع اللي بغيتي، اللي كتشوف بأنه الشرف هو اسم أخي سعيد. الموضوع هو الملحون، لأنني عندي رهان أن المغاربة للأسف الملحون يقدم بطريقة لم تعد تناسب العصر، لكن لو علمتم الملحون قسما بالله غادي تولعوا، غادي تفتنوا. شيء عجب. بغيت نقول لك شيء بسيط، نعطيك مثال ولن أطيل إن شاء الله. كتعرف واحد الإخوة قال مثال بسيط، شي ابيات الا كنت حافظهم. دابا شي اخ قال اصح زارني محبوبي يا مس كنت صايم، شهدا قطعت وجنيت الورد قالوا كليت رمضان. هذه قصيده معروفه ديال محمد بن سليمان الفاسي الله يرحمه، اللي مات صغير عنده 28 عام، وكان جليس وانيس المولى محمد بن عبد الرحمن، كان جليسه ومات صغير شاب. فهو شابه بعض اهل الفقهاء من القرويين اتهموه بانه كلا رمضان. شوف على هذا قلت لك ديوان المغاربه. شوف هي القصيده راه موجونه، ادان دان داني داني يا دان دان داني، اصح زارني محبوبي يا مس كنت صايم، ماشي هضره خاويه، هذا الحساب العبار. فجاو قالوا بانه اكل رمضان في النهار، ووشوا به عند السلطان، والسلطان كاد ينفر منه ويرفضه من مجالسته. وهو كان فقيه، وكان فقيه كبير، ولد القرويين، هذا ماشي اي واحد. فخرج لهذه القصيده، شوف هي جمال وفتوى شرعيه له هو بانه حتى ان فعل فيحق له، لانه كان، ما عرفوش كتعرف هذه القصيده ولا لا سيدي سعيد، بانه كان مريضا. هذه راه غناوها كلهم، اصاح زارني محبوبي، هو يشبه نفسه بانه كان مريضا وزاره محبوبه، هو كان صايم. قطف شهدا قطفت وجنيت الورد، يعني قبلته، وقالوا كليت رمضان ياك. فبررها شرعيا وقال مهجور، قلت ما دالي يا حبيب الخاطر، ياك المريض يفطر. طبعا غيطول، غيشبه نفسه بتلك الارض اللي كانت عطشة وجاها الماء، يعني الرعد ما نطولوش لان تفاصيل. لكن هذه القصيده مثلا كتدلك على قوه حضور الوازع الشرعي عند المغاربه في نهايه القرن التاسع عشر، ثم الذكاء والحذق الشعري، وكذلك في التخريج الشرعي لحدث حصل. وجيد 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 ولن ننتهي. الغاية هي، أنا ألوم القيمين على الشأن أن هذا الأمر اللي للأسف يبتعد عنا، اللي قلت لك، لأنه خلاوه في واحد الطابع تقليدي، واحد الطابع شكلي شوية حتى مؤسف. لا لا لا، أقول لكم إخوتي الكرام، الملحون ديوان المغاربة، وأقصد بالمغاربة رجال هذه الأرض الأشراف. وإن شاء الله تجي الفرصة ونتكلموا عفوا على الإطالة، وشكرا على الاستقبال الراقي أخي الكريم. لا شرفتني، بالعكس رجل وكفاءة. أنا شهادتي عبرت عنها سابقا، استمتعت بمداخلات سابقة لديك في منصات أخرى، وكنت دائما من المنتبهين جدا ومن المعجبين بفصاحتكم أولا وبعمق تدخلاتكم ثانيا، وبالتالي الشرف كل الشرف هو لي. وإن شاء الله يا ربي غادي نعاودوا نتلاقاو إن شاء الله في اللايف نتكلموا على الملحون، وغادي تكون سنة. هي بانت اليوم الفكرة أنه كل أسبوع إن شاء الله يكون عندنا واحد الضيف من الضيوف ديال هذه البلاد السعيدة، من القامات ديال هذه البلاد السعيدة، نتكلموا في مواضيع اللي فعلا غادي نكونوا جميعا في حاجة إلى أن نتعمق فيها، ويكون عندنا أكبر عدد ممكن من المعطيات والمعلومات حولها. فمشكور جدا لمرورك الجميل أستاذي الكريم، والله يحفظك وينصرك وينجيك ويسجيك ويخليك العائلة كاملة إن شاء الله. الله نخلي الفرصة الإخوة، ولكن سأستمتع بالنشرة الطنزاوية لولد عمي الحر الرجل الأبي. مرحبتي بكم، السلام عليكم. تحياتي، شكرا، تحياتي لك، تحياتي. الله لا مرحبا وخير كبيرة. إذا وخيرة كبيرة على كلمات الرنانة لرجل وكفاء. نبدأ الآن نشرة الأخبار الطنزاوية من منصة أبرنوس في استوديوهاتها المركزية في طنجة. ومن العناوين الأساسية: انقطاع وشيك للكهرباء في المغرب. أهلا بكم.
تن 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 تن. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. والعنوان الثاني زيارة بلغرينا لبرج باجي مختار والتأكيد للعب في الحديقة الخلفية للجزائر تأكيدا على خطاب بن سديرة. في انتظار انني ندوز عندك الجوكير. صوب الصوت راه عندك بحال كتهضر في البير، يمكن راك في البير ديال شي حاسي تما ديال برج باجي مختار، فقد شويه الصوت ونعاودوا نرجعوا عندك. الرأي المغربي، مرحبا معنا من الجزائر العاصمة مراسلنا الرأي المغربي. هذه المرة سيحدثنا عن آخر الأخبار المتواترة من قصر المرادية، والتي مرت عبر قنوات متعددة وتصل إلى الذباب الإلكتروني الهوكستاني العبيط الذي راح يسوق لأخبار واهمة ولا نعرف درجة صحتها، تتعلق بعزم دولة الجزائر القوى الضاربة والضاربة في الحيط لقطع الكهرباء على المغرب والمغاربة. ما هي يعني جدية هذا الخبر؟ هل هو خبر حقيقي؟ هل فعلا سيعاني المغاربة من الظلام؟ هل فعلا المغاربة بعد أن ماتوا بردا سيموتوا الآن بردا وفي الظلام؟ تفضل الرأي المغربي، نورنا بهذا الخصوص. تحياتي كنتمنى من عائلة قناة عاجل يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم، فلهذا ما تبخلوش علينا باللايك والبارطاج والاشتراك في القناة إلا كنتي جديد، وشعارنا الدائم للقناة إلا بان لك شي كرغولي كيدور في الكومونتير عطيه لباباه.